السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس؟ نتمنى هذا الفيديو لقاكم كاملين بالصحة والسلامة وعلى خير وبخير. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم سماسي موتير ماني ايس. اليوم في فيديو جديد غنوجد معكم واحد الوصفة اللي سهلة وزوينة وغادي تعجبكم، اللي هي الورق الفيلو بالكنافة. كتجي زوينة وممتازة في المنظر وسهلة واقتصادية، كتوجدها في اخر لحظة. خليكم معايا ندوزو دابا الطريقة والمقادير، ما تمشيو بعيد، على بركة الله. هنا اول شيء كناخذ الورقة ديال الفيلو ديالي على هذا الشكل هذا، كندهنها بالزبدة وغطي الباقيه لانه حساسه بزاف بسرعه كتهرس لما غطيتيهاش. كنجيب وحده اخرى كذلك نحطها فوق منها، وكندهنها كذلك نفس الشيء. كنجيب طبقه ثانيه على هذا الشكل هذا، نفس الشيء حتى كندير تقريبا 5 الورقات حتى ل6، وكنضيفوا الورقه الخامسه. كنديروا نفس الشيء حتى هي كندهنوها من الجوانب ومن الوسط بالزبده. على هذا الشكل هذا صافي. وكنجيب هذه الكنافه اللي دقدقتها مزيان بايدي، كسرتها حتى ولات على هذا الشكل هذا صغيره، وكنديرها فوق منها. كلها نعمرها بها. وكنجيب الكوك كذلك، هذا الكوك المدقوق حتى هو صغير على هذا الشكل، كنديرو حتى هو من الفوق، كيعطيها واحد المذاق زوين هذا الكوك. صافي. وكنبدا نرولي فيها على هذا الشكل هذا، ما نزيرهاش بزاف، نخليها هكا مرخوفه، نورليها حتى كنكملها تولي على هذا الشكل هذا، وكنحطها ونجيب تاني البقيه نكمل. كنكمل نفس الورق اللي عندي، كندير نفس الطريقه، كندهن كندير نفس الطريقه الكنافه كذلك، كنعمرها والكوك كذلك. صافي. وكندير نفس الطريقه كنروليها. هنا كنجيب ورقه وحده كندهنها حتى هي بالزبده، من جميع الجوانب. وكنجيب هذيك البودان اللي روليت، كنروليها من الجهه هذه اللي محلوله باش تسد لينا، باش ما يخرجش هذاك الكوك. روليها حتى هي على هذا الشكل هذا، ونقطع بالسكين بحال هكا، نسدها
صافي ونحطها ونجيب هذاك البودان الثاني تا هو من نفس الشيء من هاد البلاصه باش ما تدخلش لينا هذاك الحشو اللي درنا. صافي وكتكولا من هنا وكنحطها هنا. كنجيب هاد لي بودان لي صايب ديال هاد فينو بالكنافه، كنقطعهم على هاد الشكل هذا. كنجيب سكين كنقطعهم على هاد الشكل هذا صافي، وكنحطهم في الصينيه ديالي اللي صايب اللي درت لها البابي كويسون. السكين يكون مزيان باش يساعدك. هاهي على هذا الشكل هذا كيجيو وكنحطهم. واخا تخرج هذه ماشي مشكل لانها عامره. كديرهم على بهذا الحجم او كديرهم اقل، هي احسن يكونوا قد ما كانوا هيك هكا غلاط كيكونوا مزيان، كيجي المنظر زوين ديالهم. كنقص براحتي كنكمل هذه ديالي وكندخلهم في الفرن اللي كنسخنوا على درجه 180. ما كيطولش بزاف، مجرد ما كتبدا تحمر هذه الورقه صافي كنخرجها. كتبدا تحمر تحمر صافي كتكون جاهزه. كنجيب البودان ثاني وكندير نفس الطريقه. هنا ملي كنكمل كنقطع هادو، قطعتهم شويه رقاق وهادو خليتهم غلاط. كنبدا نرش عليهم الزبده من الفوق. كنسخن الفران على 180 درجه، كندخلهم مجرد ما كتبدا تحمر وكتقرمش الورقه صافي كنخرجها. ملي كنخرجها من الفرن كتبدا تحمر شويه صافي كنكون وجدت القطر اللي هو كيما العاده كديروا كل واحد كيعرف يديرو. كندير فيه انا العسل تقريبا 3 معالق كبار ديال العسل، وكاس كبير ديال الماء، وكيس الفانيلا او هذا قشره الحامض صافي، وكتخليه حتى كيعقل. دابا غنبدا نسقي وهي سخونه والقطر يكون بارد. صافي هنا كنبدا نزينها بهادو الكوك. هاد الصغار كندير لهم الكوك بهذا الشكل هذا. باش يخرجوا النسمه تاع الكوك، تخرج منهم النسمه ديال الكوك اللي صايبناها به. هنا من بعد ما كنزينهم هادو الكبار بالبيستاش، وهادو الصغار كنزينهم بالكوك باش تخرج ديك النسمه ديال الكوك منهم. كيجيو لذاذ بزاف، جربوهم غادي يعجبوكم، واقتصاديين وسهلين. في اخر لحظه كتصايبيهم ما كتضيعوش لك الوقت وكيجيو زوينين. نتمنى هاد الفيديو يعجبكم. ديروا لايك الفيديو كما العاده، ما تنساوش، وشاركوا الفيديو مع الاهل والاحباب، واللي ما مشتركش كذلك في القناه يشترك. خليت لكم الراحه، مع السلامه.